السلام عليكم. في تطور سريع جدا للأحداث، حادثة الدكتور أحمد الدجوي رحمة الله عليه. عمرو أديب شخصيا حضر الجنازة واتكلم مع عمرو الدجوي شقيق أحمد الدجوي. عمرو الدجوي قال صراحة كده لعمرو أديب إن هو عنده شك يكاد يصل إلى اليقين إن أخوه قتل وما انتحرش. وأكد عمرو إنه كان في شواهد كتير قوي بتقول إن دوت قتل ما انتحرش. أولا، أحمد كان جاي من المطار قبليها بيوم، جاي من أوروبا، وقال لعمرو إن كان في عربية بتراقبه وعشان كده ما جاش على البيت بل راح عند واحد صاحبه. كمان أحمد كان أكتر واحد عايز يحصل صلح بينه وبين ولاد عمته الدكتورة منى الله يرحمها، وكان شخص بشوش وضحوك وكان بيسعى إلى السلام دائما. ولما عرض الصلح اترد عليه وقال له لأ، مش هيحصل صلح، احنا لازم ناخد طار أمنا، ويقصد بيها الدكتورة منى. مش فاهمة ايه طار أمنا، لكن هم قالوا كده. كمان عمرو أكد لعمرو أديب إن أخوه أيمن مش أعصر، وإن المباحث قالت إن ضرب النار تم من إيديه اليسرى، فإزاي هو أيمن مش أعصر ويقدر يستخدم إيديه اليسرى ويضرب بيها نار، وليه ما استخدمش إيديه اليمنى؟ كمان الدريسنج روم اللي حصل فيها جريمة القتل لقوا فيها المباحث حبوب خاصة بالأمراض النفسية، وهو أبدا ما كانش مريض نفسي. فمعنى كده إن في حد تعمد يحط الأمراض النفسية دي عشان يتقال عليه إنه مريض نفسي وإنه هو انتحر. بالإضافة إلى أمور كتير قوي عمرو أديب سردها، قالت لي بصفة شخصية تكاد يعني هم عندهم يقين إن أخوه اتقتل وما انتحرش، وعشان كده هم رفضوا ياخدوا العزا ومصرين إن هو جريمة قتل، وبيقولوا إن المباحث أكيد هتوصل للجاني في أقرب وقت. الله المستعان وتبان الحقيقة وياخدوا بطاره لو كان اتقتل، وربنا يرحمه ويغفر له ويصبر عيلته يا رب. متنسوش أختكم من اللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر.